السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون الامور ديالكم مزيانة. خوتي، وليت كنشوف الصراحة، وليت كنشوف واحد الموضوع اللي حساس شوية. وليت كنشوف بزاف ديال بنادم كيفضل الام ديالو على الاب ديالو. كيفضل الام، يعني كيفضل كيرجع للناحية ديال الام بزاف على الاب، لواحد الدرجة ان الاب تنسى. اولا اللي ما عندوش الاب ديالو الله يصبرو، الله يرحمه ويساليه. اللي ما عنده الوالده ديالو الله يرحمها ويساليها، واللي عنده الله يطول ليه في عمرهم، واللي عندهم جوج الله يطول ليه في عمرهم، واللي ما عنده حتى واحد الله يصبر ويكون معاه في الدنيا. صراحه صعيبه شويه الموضوع ديالنا. انا واحد كما قلت لكم، هاد الحاله هادي يعني ما عجبتنيش الصراحه. هذاك اللي كيقول لك الام على ولد الوالده، على ولد الوالده مات الوالده، الاب شنو مسكين. جرب غير نهار واحد دير داكشي اللي كيدير، والله لا باقي قلت هذيك الهضره ولا تفكر فيها، راه بحال الام بحال الاب مسكين. واش عرفتي شحال التماره؟ واش فراسك شحال ديال التماره كيضرب؟ واش فراسك الانواع ديال العذاب اللي كيتعرض ليهم الاب؟ كنهضروا على اللي كيضربوا تماره، ماشي اللي كيديو ديال الناس، هذا موضوع اخر. واش عرفتي الاب ديالك شنو كيدوز عليه وشحال ديال العذاب كيدوز عليه، خصوصا الا كان كيخدم عند الناس اللي ما كيحسوش بالضعيف، اللي ما كيحسوش بخوهم. وهذا حتى هو موضوع اخر. راه والله تجرب هادشي، والله تجرب، اقسم بالله لا عاودتي هضرتي على الام بوحدها. واولا وثانيا بنادم اللي كيبقى غير بلا 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 بلا، راه قوه الهضره ما كتشري خضره. من الاخر جرب تبعد من الفلوس ديال باك، بعد منهم، دير شي حاجه لراسك، حاول تجيبها بدراعي وشوف واش غدير شي حاجه ولا شوف واش غتطفرو. اولا الله يهدي كل واحد، على كل كنطلبوا كل واحد كنطلبوا ليه الهدايه. الله يهدي كل واحد. انا ماشي باري، ماشي ما كنديرش الذنب وماشي، ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى عطانا واحد العقل ان واخا دير اللي درتي ارجع للطريق كيف ما درتي. يعني احنا ماشي ابرياء، كلنا كنديروا الاخطاء، وكلنا كل واحد، حتى واحد ما معفي من الدين، فهمتي؟ ايوا الله يجعلها في ميزان الحسنات وما تخليهاش عندك. دوز عند صاحبك باش يتهلا في با، يتهلا في الاب ديالو كما كنقولوا، ويتفكروا حتى هو شويه. وتحياتي لكل الامهات، لكل الاباء، وكنتمنى كل واحد يحاول، لان هذا الشيء هذا كيجي من الصغر. غير الوالده الام هي اللي كتبقى تربي، فهمتي؟ هي اللي كتبقى ديك الوقت الكثير اللي كيدوز مع الدراري، يعني كيدوز غير مع الام بزاف. يعني الاب دائما الخدمه 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 الخدمه، يعني من الصباح حتى العشيه كيفيق. الدري الصغير كيلقى باه مشى للخدمه، يعني كيجي باه في الخدمه في العشيه كيلقى نعاس، يعني ما كيسول ولكن ما كيكونش داك الحوار وديك الوقيته اللي غادي تقرب فيها الاب يعني داك الحب وداك الاهتمام كامل تجاهه. ولكن ملي غادي تكبر غدير عقلك، يعني فكر في هذا الشيء هذا، خمم شويه شنو جاب لك هذاك الشيء، شنو جاب لك هذاك التفكير. يعني نكونوا واقعيين شويه. الاب مسكين راه محقور عندنا في بلاد، ماشي غير في بلادنا، المهم بصفه عامه. كما قلت لك ما تخليهاش عندك، دوزها. ولا عندك شي صاحبك بحال هذا
تنساش تنصحو. تحياتي.